السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم اخوان اخوات، مرحبا بكم. وشكرا الناس اللي انضموا للقناه، شكرا على الدعم ديالكم للقناه. نتمنى يتواصل ونتمنى يكون بكثره، ونتمنى ما نطلبش منكم 1000 لايك، فقط 100 لايك وبشويه بشويه. في هذا الفيديو كيف ما كتعرفوا الاذاعه او الرسميه ديال وكاله الانباء الرسميه ديال الدوله الهكيه اعلنت قبل ايام بان زي الاسامي عم تجي تبون غيدير لهم الخلاصه ديال 4 سنوات ديال الخرطي ديالو. ف من جانبنا حنا نديرو الخلاصه ديالو وغنلخصوا في هاد الامور اللي نتمنى هو ما يتطرقش ليهم. كاينين 4 الامور، كاينه اسبانيا، فلسطين، البريكس، والقصه ديال الماء راكم عارفينها. فبالنسبه لاسبانيا بغى يدير فيها بطل افريقيا، بغى يدير فيها القوه العظمى، القوه الضاربه، وسحب السفير ديال الجزائر من اسبانيا ردا على اعتراف الاخيره بمغربيه الصحراء وبمنطقيه الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب. نخليكم مع هذا المقطع ورجعوا. ردت الجزائر بقوة على إسبانيا بعد أنباء متداولة عن عودة السفير الجزائري لشغل منصبه في مدريد كسفير لدى الجزائر في المملكة الإسبانية. وتحاول حكومة مدريد لعب آخر أوراقها قبل مغادرة بيدرو سانشيز لقصر المونالكوا، حيث لم تتوانى الحكومة الإسبانية في الترويج لعودة العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، على الرغم من وجود رفض رسمي وشعبي جزائري لعودتها على الأقل مع الحكومة الحالية. ولم تكتفي إسبانيا عند هذا الحد، بل كشفت عن اسم السفير الجديد لدى إسبانيا، وأكدت أن حكومة إسبانيا وافقت عليه، حيث أكدت تقارير إعلامية إسبانية متطابقة أن الحكومة الإسبانية أبدت موافقتها على تعيين سفير جزائري لديها. ولم تذكر الحكومة الإسبانية اسم السفير الجزائري الجديد، فيما رجحت صحيفة الكونفيدنسيال واسعة الانتشار أن يشغل عبد الفتاح دغموم منصب سفير الجزائر لدى مدريد. من جانبها ردت الجزائر بقوة على المناورة الأخيرة للحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز باحتمالية انفراج مرتقب للعلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، بل محاولاته الكثيرة والعديدة أبرزها محاولة سانشيز شيطنة دول الاتحاد الأوروبي على الجزائر بمحاولته فرض ضغط دولي على القيادة الجزائرية لتخفيف حدة الفيتو الجزائري الذي فرضه الرئيس تبون على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ضد مدريد. حيث أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطا متحدثا عن مستقبل العلاقات الجزائرية الإسبانية، مؤكدا أنها تتراوح مكانها، والأسباب التي أدت إلى تدهور هذه العلاقات ما زالت قائمة، في إشارة واضحة إلى بيدرو سانشيز الذي ما زال يقود الحكومة الإسبانية بشكل مؤقت قبل مغادرته قصر المونالكوا. كيفاش هو كيعاقب بلاد وكيقول لك ارتكبت خطا، هو كيوري كيعلم اسبانيا التاريخ، هي المسؤوله اداريا وانت مالك. الا هي ارتكبت الخطا انت مالك؟ غتصحح لها؟ عطيتيهم البترول بالمجان، عاود عطيهم بالمجان غيكون احسن. تستافد انت وتستافدوا البوليزاريو. مع العلم وما عرفناكش شنو غدير دابا ملي ما بغاوش يجدوا الاقامه الامنه حيدر في اسبانيا. واش غتدخل عاوتاني ولا غتدير شي محاوله ولا؟ اذا من هذا المنطق ما تعاودش تقول لهم شي كذبه ولا شي خرط اخر. اليوم راه السفير ديال الجزائر رجع لاسبانيا بطلب من اسبانيا، ما كايناش هادي، ما تعاودش ما تكذباش هادي بلا ما تطرق لها. قول شي خرط اخر، قول شي حاجه اخرى. حتى اللي نتوما اللي شديتو حضرتو روسكم وشديتو المراه الغضبانه ورجعتوها لعند راجلها، هادشي مفروغ منه بلا ما تجبدها. الشعب الجزائري عارف الحقيقه. نشوفوا المقطع الثاني وديال فلسطين الظالمه او المظلومه، وانتوما بنتو على حقيقتكم. ورونا قولوا لنا اش قدمتوا لفلسطين
وانت اللي قلتي لهم خلوها على حسابي من البالكون، انا اللي متبعها. شنو درتي فيها الله اعلم. هما غيجيو لعندك دابا وعندك ما تشدهم، عندك تجري عليهم، عندك ما تستقبلهمش. خليكم معاك، خليوها على حسابي من البالكون. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا أولا. ثانيا الأزمة الليبية لماذا حتى الآن لم يتم التوافق على الآلية لا في لا شوف، كنت تبعي مع سي العمامرة يعطيك لي ديتاي تاع الآلية. عفوا. من بعد القصة الكبيرة اللي حضرتي فيها بلا قياس هي البريكس. العام كامل وتتخرط على الشعب غندخلوا البريكس قوة اقتصادية. مشيتي لعند بوتين قلتي ليه باش نخرجوا من الدوامة ديال الدولار نهارا وجهارا بلا حشم بلا حيا. وفي المؤتمر ديال الامم المتحده كتطلب من السفيره ديال امريكا عندك في الجزائر باش يستقبلك بايدن الرئيس الامريكي. ما حاشا لك حتى شي واحد. جيتي استقبلتي دوك ديال المعسكر الشيوعي القديم ديال اللي كاينين في افريقيا، على الرغم من ان البعض منهم عنده قنصليات في الصحراء المغربيه، ومشيتي استقبلتيهم لان ما لقيتي معهم تهضر حتى واحد. ما حاشا لك. روسيا صديقتنا والصين قالوا لنا مرحبا، والبرازيل قالوا لهم الاولى قال لهم الجزائر ضروريه للبريكس، وجنوب افريقيا دوك ما نهضروش، وهادي وبقيتي تخربق وفي الاخر كركبوك. لا وزن لا هيبه لا مواقف دوليه صريحه. كملوا مع البريكس. 2023 إن شاء الله تكون متوجة بالدخول تاع الجزائر في منظمة البريكس. هذا يتطلب أمرين. يتطلب أولا مواصلة المجهود اللي راه ماشي تاع الاستثمار ونتاع التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في نفس الوقت. ثانيا باش نفوت لمستوى آخر. بالنسبة قلنا التصدير ما التصدير، اليوم الناس متبقاش شعار، فتنا إلى أمور ملموسة. لا سافيكس باش تولي عندها دي اكسبوزيسيون بيرمانونت في بعض الدول الإفريقية في انتظار ما نكونوا في كل مكان، ويكثر التصدير تاعنا ويصبح البي بي تاع الجزائر لما يفوت 200 مليار دولار. أنا بدينا بقينا نقربوا للبريكس، نكونوا ما حنا بالك متوالى من البريكس وما يكونوا فيهم ان شاء الله. البريكس لي شينوا قال لك حنا اوني داكور، لي روس قالوا اوني داكور، l'Afrique du Sud, ils sont d'accord. Le Brésil, je pense qu'avec la nouvelle élection, ils sont d'accord. Et Inch'Allah, قلت لك منا on va faire en sorte باش ان شاء الله من نهاية 2023 تكون تجسدت، نحضر رسميا في اجتماع وتنطلق الامور. لان انا حضرت في الاجتماع تاع البريكس مي بالتواصل عن بعد هذه المره ان شاء الله ندخلوا مباشره. وهذا نفتح الباب للبريكس. الاستثمار عندنا انا ماذا بيا الهند والصين وافريقيا الجنوبيه والبرازيل مع بعض. يا سيدي تفضل ها نديروا المشروع نتاع القطار مع بعض، قطار اللي عابر افريقيا. انا راه عندي درت راني نوصل ان شاء الله للمنيعه، راني واصل لبشار، نكملوا مع بعض، ندخلوا للساحل وندخلوا شرق الساحل حتى نوصل لنيجيريا. هذا هو مشروع تاع البريكس. هذا مشروع يعني اللي نخلق شركه مع بعض، نستثمر احنا، نستثمر في المناجم تاعنا مع بعض، تبادل يكون بيناتنا والاستثمار باش نستثمر احنا في اماكن اخرى ما يستثمروا عندنا.
ماشي لأن الجزائر اللي خسرت البريكس. قاعدة اقتصادية قوية ومضيقة، يعني ضيقة، لا ماهوش بورصة، ما لا تميعش عملة، انت في لا وسط. شركات، لا أبناك، لا دوفيز كيتصرف في النوار، كيتصرف في الزناغي، وباغيين يدخلوا البريكس. سبحان الله العظيم. وباش ختمتيها يعني أكبر كذبة في التاريخ هي 1,300,000,000 متر مكعب في النهار ديال الماء، البحر الأبيض المتوسط مشى فيه الاخر عليه معاك. إلا عاودتي قلتيها يعني راه هادوك الناس اللي دايرين بك راه عاجبهم الحال، تا هما باغيين يضحكوا، خلينك تقول فيها. انت قلتيها في الجزائر وداروا، اكيد انكم حيت نتوما كتبعوا وسائل التواصل الاجتماعي، يوتيوب، فيسبوك، تيك توك، كلشي كتبعوه. يعني خاصك ترد البال شويه، ولادك اللي حداك خاصك ترد البال. ميمكنش يضحكوا عليك حشومه. والسيد الرئيس والرئيس الاعظم ديال القوه العظمى ديال ما عرف، ما عنديش الوصف باش ما لقيتش شي كلمه اللي اكثر من هادشي نقولو في حق الدوله اللي كترأسها انت. اما الشعب خليه في الثقه، الشعب عارف الوصف. 1,300,000,000 ما تعاودش تقولها. خليكم مع المقطع ديال 1,300,000,000 ورجعوا من بعد. ولقد تبنت الجزائر خطة التنمية المستدامة وأدرجتها كأولوية وطنية ضمن كل الاستراتيجيات والبرامج المخططة الحكومية، حيث مكن ذلك من قطع أشواط مهمة جدا وتحقيق نتائج معتبرة في مسار أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في قطاعات التربية، الصحة، البناء، الكهرباء والمياه. وعلى ذكر المياه، فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا إن شاء الله. إذن هنا كنصح السيد الرئيس انه هاد الامور ما يعاودش يطرق لها نهائيا، يخرج شي حاجه اخرى. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. الى فيديو اخر ما تنساوش لايك، اشتراك، دعم، كومونتير من عندكم، والى اللقاء.